مرة كنوعدكم بالجديد. كما كتلاحظوا بلاكار كوليس دو بورت كما كتشوفوا. نتمنى الاعجاب ديالكم. بلاكار كوليس كما كتلاحظوا الديزاين ديالو هو بالنسبه للتقسيم ديالو حاولنا نقسموه بهذه الطريقه هذه، والتعليق خلينا بحال هكا، والطريقه ديال المجر حاولنا نديرها عاوتاني بحال هكا باش تشوفوا الطريقه ديال المجر، لان الطريقه ديال المجر ما سهلاش. لي زيتاجير الفوق المجر الا بغيتي تحلو ما يجيش لتحت، حاولنا تحلو من الفوق. ديما بالنسبه للبرودوي لاطي بوا ماسير لي بواني نوار، نتمنى الى الاعجاب ديالكم هذا البلاكار. بالنسبه لي دومونسيون ديالو راه فيه 2 متر و 40 على 2 متر و 40 في العلو. حاولنا درنا نفس الطريقه تعلق ولي زيتاجير ولي تيروار و دوزي لي زيتاجير لي باليز ولا شي حاجه كبيره مانط ولا اي حاجه بلا سيبار ديال الحيط بلا الارضيه كيدار ليها السكن ديالها. الا بغيتي ديروه بنفس لاكولور راه كديروه بنفس لاكولور. بالنسبه بغيتي ديروه بالجليج راه غدير ليه باندا ديال الجليج ديالو من التحت. داكشي اللي غتختار في لاماتير في الضاله وفي السيما وفي المسائل الاخرى. بطبيعه الحال لا روينه ديال البناي لا سيما لا خصني نطلع لا خصني نهبط لا ولا حديد لا هذه الى اخره. نتمنى ما نكونش كثرت عليكم المتتبعين الكرام. ديما كنقول لكم مرحبا بكم عند حاج بوا. ما تنساوش التعليق والاشتراك ديما باش يوصلكم الجديد. غادي نديروا الجوله باش تشوفوا يعني بالنسبه للوبوا لا كاليتي ديال الوبوا كما كتشوفوا كي الديريير كي لا فاصاد ديال الوبوا. البواني حتى هي بالنسبه للبواني نوار يعني فيها عاطيه واحد الشارب يعني في المستوى. نتمنى الاعجاب ديالكم. عليكم ثاني مره. النقطه الاولى هي الكوليس. اغلبيه الناس كيتشكاو في الكوليس انه تيدار الصباع ديال الكوليس. ملي كتدفع الباب كتسمع الحكام ديال الباب مع الكوليسون الفوق. انتبهوا منا بزاف، انما الكوليس الرويد الفوقانيين راه كنديروا ليهم طرف من الظهر باش كيطلقسا الباب ديال الكوليسون ديال البلاكار في وسط البروفيل الومنيوم، وبطبيعه الحال ما كيتسمع الصداع ديالو. مرحبا بكم متابعين الكرام. تحيه الجاليه المغربيه، تحيه المغاربه كاملين، تحياتي لكم. معكم حاج بوا ديما الجديد ان شاء الله بحول الله. ما تنساوش الاشتراك والتعليق. نتمنى لكم تمتعوا بهذا البلاكار. لا بالنسبه للديزاين ديال الفوق حتى هو بالنسبه للديزاين ديالو كما كتلاحظوا القفص كما كتلاحظوا القفص. حاولنا درنا ليها الشامبره ديالها الفوق على اساس تسدينا حتى البلافون، وفي نفس الوقت حتى الديزاين ديال البلافون ما حاولناش نغيروه ولكن خلينا في نفس الوقت. ولكن الشامبره حاولنا سديناها بطريقه باش نديروا القفص باش يتسدوا داك لي ديفوات كاملين باش تبان يعني شوفها وحده اخرى. وبالنسبه ليكليراج عاوتاني نشوف واحد النقطه اخرى مهمه هي نشوفوها. بالنسبه ليكليراج حاولنا خرجنا هاد البريز هنا باش نستغلوا ليسباس ديال ليكليراج هنا 30 سنتيم باش محطوطه الشعله ديال الضوء. حاولنا ندخلوها في الكوطي، وبطبيعه الحال هذا راه كيدوبل باش ما تتبانش القاصه في الجنب هنايا. وتحياتي لكم وحياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.